السؤال معايا بيقول لي we go went are going to خان الخليلي yesterday. مهم جدا بعد ما نقرأ الجملة نترجم الجملة. ليه؟ لأن هتظهر لي معنى الجملة، هيظهر لي الزمن بتاعي، هيظهر لي كل حاجة. هنا بيقول لي we نحن go نذهب went ذهبنا are going نذهب دلوقتي. يعني عندي نذهب وعندي ذهبنا وعندي نذهب دلوقتي. طب ايه الفرق ما بين جو و are going؟ جو نذهب عادي، العادي بتاعنا ان احنا بنذهب في اي وقت، لكن are going ذاهبين دلوقتي حالا في الوقت اللي احنا فيه. ده الفرق ما بين جو و are going. نفس الفرق ما بين play و are playing. play بنلعب وخلاص في اي وقت، متعودين ان احنا نلعب، لكن are playing يعني بنلعب دلوقتي حالا. طيب went اللي في النص دي بقى، دي الماضي. ذهب زي played لعب، زي helped ساعد. طيب امتى هستخدم ماضي؟ اذا كان الزمن ماضي. طيب هو في الجملة هنا بيقول نحن إلى خان الخليلي امبارح، أمس، yesterday ماضي، والماضي عايز ماضي زيه. يبقى هينفع نقول نحن نذهب إلى خان الخليلي امبارح؟ نحن نذهب دلوقتي إلى خان الخليلي امبارح؟ لا، نحن ذهبنا إلى خان الخليلي امبارح. يبقى اللي انا استفدت بيه من الجمله هنا ان جو لوحدها او الفعل لوحده كده ده بيكون في المعتاد، في العادي بتاعي خالص، ده مضارع بعمله بصوره متكرره، العاده بتاعتي ان انا بعمله على طول. لو am و is و are والاي ان جي زي are going is going am going، ده معناه ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي حالا، يبقى مضارع بس دلوقتي حالا. لكن التصريف التاني ده اللي بيديني الماضي، يبقى الماضي عايز التصريف التاني للفعل.